حريمكم أمام الله وخلقه يلطمون في الشوارع. وين شفت هذا في دين الإسلام؟ يا رجل قلب صفحات التاريخ. حياة النبي، حياة علي بن أبي طالب. زواج عرفي، زواج مسيار، زواج مسفار، زواج فرند، زواج وزواج وزواج. زوجت مرتين، أول مرة صار في طلاق وثاني مرة كان زواج سياحي. عندنا هنا بالسعودية أو حتى بالخليج بشكل عام في عندنا زواج المسيار، المسفار، الفريندز، زواج المصياف. لاقى هذا الزواج رواج كبير في المجتمع الخليجي خاصة بين رجال وسيدات الأعمال. زواج القاصرات أو ما يطلق عليه في مصر بمسمى الزواج الصيفي. الزواج العرفي، الشباب الذين يسافرون ويتزوجون لمدة الإقامة، وعند العودة يأتي الطلاق وتنتهي القصة. نتحدث اليوم عن زواج المسيار والمسفار والنهاري وغيرها. بالنسبة للزواج بنية الطلاق كثر الحديث عنه. أبو حنيفة طبعا أجاز بأن يجوز الولد أن ينكح أمه. لكن عندنا بيبقى موضوع المجتمع ما بيقدرش يتقبل حكاية زنا المحارم، ولكنه واقع.